سبق لي قلت لكم بلي ماما اصلا جزائري. دابا با سيدو الله يرحمه اللي مات الصيف اللي فاتت بكورونا، هو ومامي الله يرحمه. عنده جدو شريف مدفون في الجزائر، باقي الناس دابا كيزوروه، كان كيفسر الاحلام. وماما ورثت ديك الشيء كيف احنا كبرنا دائما في هذا الجو، بزاف ديال الكتب التفاسير. فانا فاش كنت صغيره كنت كنحلم بزاف، اي حاجه كنحلمها كتحقق، لدرجه الامتحان مثلا كنعرفش من موضوع ماشي طيح. ولكن من طبيعتي دائما كنهضر سواء كانت الحاجه مزيانه ولا عيانه، كنشارك مع كلشي. هادشي اللي كتشوفوا دابا في السوشيال ميديا انا دائما هيداك. فبحال تعينت على ديك الحلامات وبقيت سنين ما كنحلمش. عملت هاد ستوريات غير باش نجاوب على هاد الفهمه ديالي والعلم اللي عندي باغابوغ هاد المجال. حيتاش هاد الميساج وصل لي بزاف، كاين اللي كيقول لي مثلا ما تعاودش الحلامه الخايبه حيت كتكون في فم ديال الطوير كتحقق. كاين اللي كيقول لي كيسمعكم الشيطان وكيحققها. هي ماشي غير الحلامه الخايبه اللي كتحقق، حتى الحلامه المزيونه. ولكن ماشي حيت هاد الخرافات اللي كنسمعوا، لا، داكشي عنده علاقه بعالم الطاقات. يعني قانون الجذب. الجذب بالنسبه لنا حنا المسلمين هو حسن الظن بالله. فاللي قرا الكتبات ديال الوا داتراكسيون غيعرف بلي ان اي حاجه فكر فيها المخ هي اللي كتوقع. فكرتي مزيان غيوقع المزيان، فكرتي العيان غادي يوقع العيان. سي بوغ سا كيقول لك باش تحقق شي حلم ديالك بقى كتفكر فيه، بقى كتخيلو، رسمو، هضر عليه. اون فوا كتحس به انك بصح كتعيشو، فكيكتب لك انك تعيشو بصح. سورتو اذا كنتي مآمن فاش كدعي ان ربي غادي يحقق لك داك الدعاء، يسخر لك الكون كامل باش توصل لديك الحاجه. يعني خيط كيجبد خيط، خيط كيجبد خيط حتى كتحقق داك الهدف. فبالنسبه للاحلام الخايبه علاش ماشي مزيان تعاودتها بين نفسك؟ لان اذا عاودتيها بين نفسك وكان عندك واحد الايمان ان الحلم الخايب كيتحقق، فكتوسوس، وداك الوسواس كيخليك تفكر 24 ساعه في ديك الحاجه الخايبه. اذا بقى المخ ديالك عامر بداكشي اللي شفتي، فكتجبد غير داكشي الخايب، كتصدق اوتوماتيكمون كتحقق داك الحلامه. فما ادراك ما اذا عودتيها. بزاف ديال الناس، هذيك الناس كاملين حتى هما كيقولوا الحلامه الخايبه كتحقق، دونك كيبقاو يفكروا في ديك الحلامه، كيتخيلوك في ديك السيتوياسيون اللي انت حلمتيها. فهذيك الطاقات ديالهم مع الطاقه ديالك مع الطاقات ديال الكون، ديك الحاجه الخايبه اللي حلمتيها كتحقق. ما عنده علاقه بالطويار ولا بالشيطان ولا بهذا، عنده علاقه بشنو عندنا في الدماغ ديالنا وشنو حنا امنا به. نفس الشيء بالنسبه للحلامه المزيونه. شي مره كتحلموا شي حلامه بحال شي فليم وكيعجبكم الحال وكتنوضوا فرحانين، عاودوها بينكم بين نفسكم، حسوا بها كيف ما حلمتوها، عاودوها للناس اللي عزازين عليكم، وغتلاحظوا بلي انها غتحقق. لان انتينا كنتي كتفكر واحد التفكير ايجابي وحسيتي بداك الاحساس مزيون، الناس اللي قرب ليك حتى هما يشاركوا معاك هذاك الشيء، فهذيك الطاقات الايجابيه ضربت في بعضها وتضولت ووصلت للطاقات ديال الكون وتحققت لك ديك الحلامه اللي هي مزيونه. ما كيصدقش غير في الحلامات، حتى في اي حاجه قال لسانك ولا فكر فيها عقلك. مثلا شحال وحده كتقول لك شوف انا تيلمون كنخاف من العين. ماشي كنامن بالعين، لان حنا خصنا كاملين نامنوا بالعين، ولكن ما نخافوش من العين لدرجه الوسواس، لانه اذا وصلنا لهذيك الدرجه راه بصح اي حاجه فكرنا فيها كتعكس. فكتقول لك انا دوزنا مثلا ليله بارح غزاله وكنا ناشطين فرحانين وكانت عندنا حفله، جارتي جات دقت عليا في الصباح وباش ما تعينيش قلت لها حنايا لا عيانين، جبرتي راجل ديالي يلا غوت فيا، اولا ولادي امراطين، اولا انا مغمومه. فكتقول لك انا واخا بينت لها العكس، داكشي بصح رجع هيداك، والفرحه تقلبت تعاسه، وما فهمتش كيفاش حسدتني وانا ما بينتلاش الفرحه ديالي. وانتينا اللي عملتي هادشي لراسك، حيتاش لسانك داكشي اللي قالو وداكشي اللي فكرتي فيه وداكشي اللي حسيتي به ومثلته على جارتك جبدته لعندك. داكشي الله عز وجل كيقول واما بنعمه ربك فحدث. يعني اذا جاء سول فيك شي حد، قول الحمد لله والشكر لله، واعرض عليه النعم. اصلا الله سبحانه وتعالى كيبغي اذا نعم عليك بشي حاجه تبان فيك، ما شي تخبعها وتبين العكس ديالها خوفا من العين. لا، اذا عملتي هيداك عاد تجبد ديك الطاقه السلبيه. اما اذا هضرتي على النعم مع الناس وبينتيها للناس، فكتبقى ديما عايش في ديك الطاقه الايجابيه، وهما ديما كيشوفوا ديك الحاجه الايجابيه فيك، وكتبقى كتجبد غير الايجابي. وحنايا واخدين الدنيا بالمقلوب.
اما الحلم اللي حلمت انا صبغي هي خايبه، ولكن بحال عاودتها بحال ما عاودتهاش، حيت ماشي عاد غنخاف انها تتحقق، هي حنا اصلا عايشين في داكشي. واي واحد كيعرض حياته يعني للسوشيال ميديا سي نورمال انه باش يكون مؤهل للاصابع الاتهام، حيت الرصاص في اي حلامه كيعني ان الناس يعني كتحكم عليك بالباطل، كتنمم فيك، كتهمك بشي حاجه ما كايناش، كتخرج عليك اشاعات. فكلشي واضح وباين، سواء درت سواء ما درتش داكشي كاين. نقطة أخرى بالنسبة للناس اللي كيقولوا لي كيوقعوا لك المشاكل بزاف اولا كيمرضوا ولادك بزاف، حيتاش انتينا فاش كتصورهم وكتحطهم كيكون في بالك انهم غادي يتعينوا، كتكون مآمنة ان شي حاجة غطرة وكتجلب لي لك انتينا داك الطاقة السلبية. لو كنت انا كنفكر بحال هكذا واخا يتقطعوا لي يدي ما غادي نصورهمشي، واخا تجي شي كولابوراسيون فيها الملاير ما غادي نصورهمشي. هي فاش كنصورهم ما كيكونش اشهار اصلا، انش تصور سمر مثلا كتلعب، كنبغي نمرر واحد الرساله زعما الامهات تعطيو وقت لولادكم، كنصور شي حاجه يعني اللي هي عفويه، وكنكون مامنه ان المزيان هو اللي ماشي وقع، وان بما ان الرساله ديالي نبيله ما غادي وقعش شي حاجه خايبه. فانا اصلا فاش كتوقع شي حاجه ما كنربطاش بهادشي، كنربطها بان الامر عادي جدا. اي ام وليداتها هكذا في هذا السن زعما كيكونوا معرضين انهم يطيحوا يمرضوا عادي، بحال الرسائل اللي كنتوصل بهم عند جميع الامهات. غير هو مثلا داك النهار فاش كنت مخلوعه باقا ما عرفاش يسمر واش الجمجمه ديالها تادت لا واش ايموغاجي، وقلت صافي ما باقاش نصور. ما عنيتش انني فاش كنصورهم كيتعينوا اولا فاش كنصورهم كنكون خوفانه انهم يتعينوا او لا لا لا. حيت طيلمون اشاك فوا كنعمل ستوري فيها العيال، شحال نقول لكم 90% ديال لي ميساج كيدخلوا لي من عند لي زابوني فيهم اختي عليك داك العواول برك ما تصور لك العواول، هما غيتعينوا داك العواول، هما غيطيحوا لك العواول. يقدر يكون هاد الطاقه ديال ملايين ديال الناس اللي كيكتبوا لي هاد لي ميساج كيفكروا هكذا ان العيال تصوروا اذا غادي يطيحوا او العيال تصوروا اذا غادي يمرطوا، فداك الطاقه وكاملين بهم كيفكروا داك التفكير على داكشي كيوقع داكشي. ماشي حيت انا كنفكر انني اذا صورتهم غادي يوقع شي حاجه، جامي. انا ديما عندي حسن الظن بالله، وهادشي وقع لهم ماشي حتى 10% من داكشي اللي كيوقع من العيال ديال مثلا صحاباتي ولا مي كوزان كوزين ولا ديال الناس اللي قرابين لي وكنعرف وكيشاركوا معايا المشاكل ديالهم سواء كانت صحيه او لا مشاكل اخرى. فكيفاش كنشرحوا هذا الشيء؟ وكتلقى باغ اكزومبل بزاف ديال صحاباتي كنعرفهم مشهورين في السوشيال ميديا، سواء ممثلات سواء مؤثرات، واخدين قرار انهم ما يبارطاجيوش ولادهم، يعني ما كتعرفوش اصلا ولادهم في الصفه ديالهم كيفاش عاملين. وولادهم دابا ساعه في شي مشكل، ولا دابا ساعه مساكن طايحين، ولا دابا ساعه وقع لهم شي حاجه، عادي عادي عادي. غير انا كنبان ماشي عادي حيتاش بارفا كنطلع وكنعاود وكنشكي من طبيعتي. اذا حسيت بشي ضغط خايب كنبغي نخرجو كنبغي نشاركو، اذا حسيت عاود شي احساس مزيون كنبغي حتى هو نشاركو. انا هكذا. كاين الناس اللي هما واحد الحاجه اخرى، دابا المشاهير اللي هما لي ستار يعني فين بقاو حنايا اللي كيتبعوا من العالم كامل وماشي مسلمين مثلا، ولا ما معمرين شي راسهم بهادشي هذا، وكتجبر ولادهم عاملين لهم دي كونط كاع، ولادهم كيخرجوا في المجلات كيبانوا في التلفزيونات. علاش الناس اللي كيتبعوهم ما كيقولوا لهمش علاش كتصوروا ولادكم، غتخرجوا على ولادكم، غيوقع على ولادكم، ما عرف شنو. وفعلا ما كيوقع حتى حاجه لولادهم، حيتاش لا هما ولا الناس اللي كيتبعوهم ما كيفكروش اصلا شي حاجه خايبه غتوقع اذا تبارطاجوا ولادهم. واش فهمتوني شنو بغيت نوصلكم؟ ان كلشي عنده علاقه بقانون الجذب. شنو ما فكرتي غيوقع، فكرتي مزيان وقع مزيان، فكرتي العيان غيوقع العيان. وحنايا المسلمين اولا العرب اولا هاد الامه هادي اون جينيرال حيت كنفكروا خايب بزاف وعاطين واحد القيمه كبيره للحسد، كنجبدو غير داكشي الخايب. لان الله سبحانه وتعالى صافي قالنا الحسد كاين، ولكن ذكره هو الاخراني، ما اعطاه شي واحد الاهميه كبيره. بحال مثلا خير دليل هي سوره الفلق، ولا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. خلاها هي الاخريه، ومن شر حاسد اذا حسد. يعني شنو ذكر في الاول في سوره الفلق؟ شحال الحاجات اللي هما خاصنا نخافوا منهم اكثر من الحسد، وحنا الحسد هو اللي مضخمينه.
العين هي اللي مشكله لنا واحد المرض، لدرجه ان فاش كنكونوا داخلين شي مجمع فيه بزاف الناس كنقراو سوره الفلق خوفا من الحسد، بحال زعما سوره الفلق يعني مخصصه غير للحسد، هي فيها 5 الآيات. يعني قل أعوذ برب الفلق، يعني كنلجأ الله سبحانه وتعالى رب الفلق، الفلق هو الصباح بكري، من شر ما خلق. يعني من شر ما خلق ما كيعنيوش بها الخلق زعما غير البشر، أي حاجة خلق الله سبحانه وتعالى، الإنس، الجن، الحيوانات، أي حاجة على الأرض كتضر. من شر ما خلق، أي حاجة خلق الله فيها الشر. من شر غاسق اذا وقب، يعني فاش كطيح ديك الظلمه، يعني في النص ديال الليل قبل الفجر، تما فين كيكثروا المصائب، الفواحش، الجرائم، كيخرجوا الارواح، الجنون، المجرمين، الحيوانات، الدواب. النفاثات في العقد، النفس يعني النفس هو فاش كنقراو المعوذتين وكنفخوا بحال هيداك. نفاثات في العقد كانوا بها يعني المشعوذات، الشوافات، الساحرات، حيت هما كينفسوا في العقد ملي كيبغيو يعملوا السحر. وعاد من شر حاسد اذا حسد. شوفوا شحال ديال الايات كاينين. بعد الجمعات على حسب القانا كنشارك معكم هيدا، واذا بخرت بالعود كنطلق سوره الكهف، صور مثلا سكسو. وبعد الجمعات لا نصور شي حاجه اخرى ما عندها شي علاقه. هذا ما كيعنيش انني فاش ما غنبارطاجيش معكم داكشي انا ما كنعملوش. عرفت ولا الجمعه اللي فاتت ولا هاد الجمعه هادي الكم الهائل ديال الرسائل اللي كيوصلوني، واش ما كتصليش، واش ما كتقراش القران، واش ما كتعدوش يسكتوا الجمعه، واش خصني ضروري انا نشارك معكم شنو كليت نجي نصلي نعمل الله اكبر قولت التليفون، انا نجي نقرا القران نجبد المصحف حداكم؟ ما فهمتي انا كيفاش كتفكروا. ما فيها باس التجديد، بحال دابا مثلا هضرنا في هذه المواضيع، وهاد الناس اللي كيهضروا انا متاكده غتجي تهضر معاهم وتجبر مخهم خاوي اصلا من هادشي كامل. باش نحسنوا نفسنا من هادشي كامل اللي مذكور في سورة الفلق كنقراو سورة الفلق، وباش نحسنوا نفسنا من نفسنا حنا نقراو سورة الناس. انا بعدا سورة الناس كنقراها بالنية ديال انني غادي نحيد كاع ديك الافكار السلبية. طبعا هي اي سوره عندها بزاف ديال التفاسير، وديك التفاسير كامله كتصلح على حسب النيه ديالك شنو نويتي. حنا فاش كنقراو سوره يعني الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة والناس. يعني أي حاجة فكرت فيها خيبة أو لا توسوس أتوقع أو لا جات البالي كنقرأ عليها سورة الناس باش ما كتوقعش. صافي كومسا كنكونوا تحصلنا غير بسورة الفلق وسورة الناس وطبعا الصامد. مجلة لالا العروسة، لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.